ازيكم يا اخوات، عاملين ايه؟ يا رب تكون دايما بخير. فيديو النهارده هقول لك على شويه تسريبات احتمال كبير انهم ينزلوا معانا الموسم القادم او في بيس 2025، عشان بيس 2025 خلاص ما فاضلهاش حاجه. يعني خلاص بيس 2025 احتمال كبير جدا انها تنزل في شهر 8 اللي جاي او شهر 9 بالكتير قوي. فيعني التسريبات اللي انا جايبها لك دي احتمال انها تنزل في بيس 2025 او في الموسم القادم اللي هو الموسم هيبقى الموسم الثامن. تمام يا اخواتي، فما غير كتير من غير ما اطول عليكم، ما تنساش لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك واشتراك وتصلي على النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وتنزل تذكر الله في كومنت. وبس كده، يلا بينا على الفيديو. بس قبل ما اقول لك على الفيديو، انا فتحت ستور تليجرام انا وبن حما، انزل انضم فيه. وبس كده، تعالوا اقول لك على التسريبات. اوكي يا اخواتي، اول حاجه معانا اللي انتشر عنها كلام كتير في الفتره اللي فاتت هي بطاقات الجوت. اللي في ناس يعني من غير ذكر اسماء بتقول انها بطاقه ايكون، وكنا بتفكر ترجع الايكون. ايكون ايه يا اسطى؟ الايكون كان في بيس 21 لكن عمره ما يرجع، عمره كنا ما ترجع بطاقات قديمه. يعني هترجعها؟ قول لي سبب يخليها ترجع البطاقات القديمه. الايكون مثلا، ايه اللي يخليها ترجعها مثلا؟ يا ما الناس زهقت منها راحت مغيراها، ترجع تاني؟ ممكن ترجع شبهها مثلا عشان الناس تتحمس لبيس 21 مثلا، ترجع بطاقات الجوت، واحتمال كبير انها تنزل بطاقات عالية. يعني اللعب يبقى 106 و107 و110 برضو. يعني دي يعتبر في بيس 2025 احتمال كبير انه تبقى احسن بطاقات، تبقى هي البطاقات الجوت، تبقى زي البيك تايم حاليا والشو تايم او الايبك بوستر. البطاقات اللي هي الجود دي احتمال تبقى زيهم مثلا في الطاقة وكده، تبقى اقوى بطاقات في بيس 2025. تمام يا اخواتي، ده اول حاجه انتشر عنها كلام في الفتره اللي فاتت. تاني حاجه معانا يا اخواتي انتشر برضو عنها كلام الفتره اللي فاتت هي الباكجات او الحزم، حزم اللاعبين وحزم اللي هي الانديه والمنتخبات. برضو احتمال تنزل معانا في اول بيس 2025، لان احنا عارفين طبعا في اول كل نسخه من بيس من يعني مثلا بيس 2024 نزلت حزم، ونزلت نسخه ميسي كلاعب. وبيس 2023 نزلت برضو نسخ لاعبين اللي هم بتاعت ارنولد ونيمار وميسي. تمام، خد في احتمال كبير انها تنزل حزم لاعبين معانا وحزم انديه بنسبه كبيره جدا انها تنزل معانا في بيس 2025. فانتظروا يعني في بيس 2025 حزم منتخبات او حزم انديه، وبرضه حزم لاعبين احتمال كبير انها تنزل معانا برضه. تمام يا اخواتي، وتعالوا نقول لك برضه على تالت حاجه متوقع انها تنزل معانا في بيس 2025. وتالت حاجه معانا هو باكج لعوده الدوريات الخمسه الكبرى. هيكون متواجد في الباكج افضل 5 لاعبين في الدوريات الخمسه الكبرى من الموسم اللي قبله. تمام يا اخواتي، دي مجرد توقع، ممكن ينزل وممكن لا. تمام يا اخواتي، بس مش هيكون نفس اللعيبه طبعا، هيكونوا اقوى 5 لاعبين. والباكج ده احتمال ضئيل جدا ضئيل جدا 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 انه ينزل معانا الفتره الجايه. فانا بقول لكم بس انه يعني احتمال ينزل باكج لافضل اللاعبين في الدوريات الخمسه الكبرى، يحتفلوا يعني بالعوده بتاعت الدوريات الخمسه الكبرى بتاعت اللعب بتاعهم. اركن بقى بس 2025 على جنب، وتعالى اقول لك على الباكجات بتاعت بكره او الباكج بتاع يوم الاثنين اللي هو باكج الشو تايم. تعالوا اقول لك عليه والنقاط المتوقعه انها هتنزل بيها اللعيبه بتاعه الشو تايم. تمام يا اخواتي، تعالوا اقول لك عليهم يلا. اوكي يا اخواتي، وده هي اللعيبه اللي هتكون موجوده في باكج الشو تايم. هيكون موجود معانا لوتارو مارتينيز وديبالا، وهيكون موجود معانا سيو هرنانديز. تمام يا اخواتي، واول واحد معانا النقاط بتاعته هو سيو هرنانديز. تمام يا اخواتي، السرعه هتكون عنده 101 والاستامينا 99، والاجريليشن والكينج باور هيكون 94 و92، دول يعتبر افضل حاجه عنده. والدريبل واللوفتد باس والبالانس واللو باس والبول كنترول والاوفسر اورز، ده كل دي ضغط جامدة جدا 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 يا اخواتي الصراحة. وهتكون لاعب هيكون يعتبر افضل اللي بيه في اللعبة كلها. تمام يا اخواتي، وتاني واحد معانا هو ديبالا، وهيكون البول كنترول عند 99 والديد بوزيشن 97 والدريبل 95 والبالانس 93 واللوفتد باس 93 واللوفتد باس 91. تمام يا اخواتي، والاجريشن والكيرل والفينش والكينج باور والاوفسر والسبيد. تمام يا اخواتي، هتكون طاقته حلوة، والكيرل برضه هيكون عنده حلو، هيكون 86. وتالت لاعب معانا هو طبعا لوتارو مارتينيز، خدها هيكون الاجريشن عنده 98 والاوفيسر اورز 96 والفينش هيكون عنده 95 والسبيد 89 يا اخواتي. فالصراحه ياخدها هيكون ضغط خرافيه وضغط جامده جدا جدا للثلاث لعيبه، والثلاث لعيبه هيكونوا من اجمد الثلاث لعيبه اللي نزلوا في باكجات الشو تايم كلها. يعني معاك سيو هرنانديز لاعب جامد جدا جدا جدا، ومعاك برضو لوتارو مارتينيز نسخة هتكون جامدة جدا جدا جدا، ومعاك برضو اللي هو ديبالا برضو نسخة مش أحسن حاجة في الشو تايم يعتبر، بس نسخة حلوة برضو. الكيرل عندها عالي من غير بليتز كيرل ولا حاجة، يعني تتقارن بنسخة فودن اللي هي بتوصل 101. تمام يا اخواتي، وبس كده اكون قلت لك على كل حاجه هتنزل معانا يوم الاثنين اللي جاي، وقلت لك على الطاقات بتاعه اللاعبين، وقلت لك على حاجات احتمال كبير انها تنزل معانا في بيس 2025. فما تنساش لو عجبك الفيديو ده اعمل لايك واشتراك وتصلي على النبي محمد عليه الصلاه والسلام، وتشير الفيديو مع كل اصحاب اخواتك. وبس كده، هشوفك الفيديو الجاي على خير يا صاحبي، سلام.